اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. يوم جديد أو وصفة جديدة من وصفات يوميات روز. أنا معاكم وبيكم وليكم، ولولا انتم ما كنتش أنا. وابتدي الفيديو بتاعي ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل النهاردة معاكم وصفة جميلة لذيذة خفيفة ومش متعبة للغاية، وسهلة جدا ومكوناتها موجودة في أي بيت، ومش صعبة ولا أي حاجة. أنا جبت حوالي كيلو دقيق، حطيت عليه حبة ملح أو ذرة ملح وذرة من السكر ومعلقة زبادي. معلقة الزبادي علشان تطري معايا العجينة. هعمل ايه النهاردة، او روز هتعمل ايه النهاردة؟ هعمل طريقة عمل العيش التورتيلا، او العيش هو شبيه بالرقاق، هو عيش تورتيلا، هو عيش اللي احنا بنحشيه الفاهيتا. ممكن نحشيه الفاهيتا اللي هي فاهيتا الدجاج. عيش اللي هو مش محتاج اي تكلفة خالص مننا غير شوية مية وشوية ملح وشوية سكر وزبداية علشان تطري لي العجينة معايا وتخلي العجينة طرية، واقدر اشكلها الشكل اللي انا عايزاه. وبدأت ان انا احط مية عادية جدا بدرجة حرارة المطبخ بتاعي، واعجن العجينة دي هتلم معايا، هتكور معايا. اديها حقها في العجين، هتطلع احلى عجينة معاكي، ممكن تشكليها بطريقة جميلة. طريقة العجينة ديت بنسميها عيش التورتيلا او عيش الفاهيتا. عيش الفاهيتا احنا بنجيب صدور الفراخ وبنتبلها تتبيله جميله، وبعدين بنحمرها في الزيت، وبعدين بنبتدي بقى نحشي العجينه بتاعتي دي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، العجينه كده اديتها حقها من العجين، وبدات العجينه جميله معايا وحلوه ومش بتلزق وطريه كانها اسفنجيه، ولا حطيت فيها خميره ولا حطيت فيها اي حاجه. يبقى مكونات العجينه بتاعتي او عيش التورتيلا بتاعي مكوناته ايه؟ شويه ملح، شويه سكر، شويه يعني ذرات خفيفه، شويه ميه وزبادي. مش موجود يا روز عندي زبادي، اعجنيها بشويه لبن رايب. مش موجود عندي يا روز لبن رايب ولا زبادي، اعجنيها بشويه ميه. المتاح اعجني بيه، ودي طبعا شعار من شعار روز، المتاح قدميه واعملي بيه. هبتدي بقى ان انا اكور العجينه دي ولا قد الليمونيه ولا قد البرتقانيه، يعني هتبقى حجم وسط، مش محصله الليمونه وصغيره زي الليمونه ولا هي كبيره زي البرتقانيه. وطبعا حجم الرغيف بتاعك بيرجع لذوقك انت او بيرجع ليكي انت، عايزه تكبريه كبريه، عايزه تصغريه صغريه، تبع الحشوه اللي هتحشيها او تبع الرغيف بتاعك ما انت عايزه مقاسه ايه. وبدات ان انا اشكل او اكور العجينه بتاعتي بسرعه بسرعه كده، كور حلوة وصغيرة أقل من البرتقانية بشوية. رشة دقيق عشان تساعد معايا، ودهني الرخامة بتاعتك أو دهني الترابيزة بتاعتك اللي بتشتغلي عليها أيا كان مكان الشغل. رشي رشة خفيفة من الدقيق عشان تقدري تشتغلي وما يقدرش العجينة أو الرغيف أو الأرغف بتاعتي تلزق في المكان اللي بشكل فيه الأرغفة بتاعتي. لغاية كده اللي وصل معايا يصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. بدأت ان انا اعمل العيش بتاعي واعمله الكور. طبعا الكيلو طلع معايا بالتقريب او بالتقدير 13 رغيف. كيس بلاستيك او فوطه نظيفه بتاعه المطبخ او ورقه استريتش الموجود عندي برضو اغطي بيه العجينه عشان وشها ما ينشفش معايا وما اقدرش اشتغل بالعجينه او تشقق معايا، تفضل طريه وملمسها جميل. بوريكم ملمسها وبوريكم الرغيف قد ايه جميل وسهل ان انا اشكله. رشه خفيفه بقى من الدقيق وبالنشابه بتاعتي، وافرد بقى احلى رغيف ممكن اعمله، عيش تورتيلا. طبعا انا عملت كل الارغفه بقى بالطريقه دي، يعني انا قطعتها كده يعني لغايه لما خلصت الكميه بتاعتي، وبعدين بدات ان انا اخبزها بقى عيش مدور جميل زي عيش التورتيلا. انا كان عندي على فكره عيش تورتيلا جاهز شارياه من بره، بس حبيت اوريكم ان هو عيش التورتيلا او اثبت لكم ان عيش التورتيلا ده سهل جدا وسهل ان انت تقدري تشكليه وتعمليه في البيت من غير ما تشتريه من بره ولا حاجه. وهوريكم دلوقتي الجاهز اللي انا شارياه من بره، وهوريكم اللي انا عاملاه برضو في قلب البيت. طبعا انا بكبر الرغيف على قد ما بقدر وبرققه على قد ما بقدر، ليه؟ علشان ما احسش ان هو معجن معايا. انا عايزاه خفيف وجميل، عايزاه حلو.
عايزاه مستوي كده من جوه وجميل وحلو، وما يكونش حاجه يعني تكون تخينه مني تديلي اللي هو طعم العجين، او يكون معجن مني. طبعا انا برق فيه على قد ما بقدر، او بكبره على قد ما بقدر، عشان عايزاه خفيف جدا. عشان انا بمط في العجينه، العجينه ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتتمط معايا بمنتهى السهوله، ولا تعباني ولا اي حاجه. صينيه صغيره يا ست الكل، حابه تعمليها في ظهرها تعمليها في قلبها، ولا زيت ولا اي حاجه. وانزلي وطي النار، بوريكم قد ايه جميل، قد ايه طالع النقشه بتاعته او الاحمرار بتاعه كان جميل جدا. اهوت ما شاء الله لا قوه، طري جدا. وكمان العيش بياخد وش لون من تحت، بقلبه ياخد وش لون من الناحيه التانية، وبعدين يطلع احسن حاجه. طيب بعد ما بخلص الكميه دي، او على ما بال ما اخلص الكميه دي رز، اوعي تسيبي عيشك ينشف منك في الهوا. فوطة نظيفة من بتاعة المطبخ وافتحيها وحطي فيها العيش ده، وغطيها بفوطة تانية نظيفة من بتاعة المطبخ، بحيث ان العيش ده ما ينشفش، لانك لو سبتيه في الهوا هينشف، ويتحول منك بقى ايه، شبه الرقاق الناشف، زي الرقاق الناشف كده. طبعا انا بسويه على الناحيتين لغايه لما بياخد مني لون حلو، او اللون اللي انا حباه. عايزه ابيض بسيبه ابيض، عايزاه ياخد يعني لون حلو كده احمر، بحمره شويه. اللون اللي انت حباه واللون اللي انت عايزاه. طبعا هو كده بيقب اهوت. وكده النار عاديه، ولا عاليه قوي ولا هي واطيه قوي، وعشان اطلع احلى رغيف معايا. طبعا انا كنت مجهزه، او في الوقت ده بقى كنت بجهز الحشو بتاعي. حشو انا هحشيه ايه، هحشيه لحمه مفرومه، وهحشيه جبنه ميكس، موتزاريلا شيدر، رومي ميكس مع بعضها كده، كانت موجوده عندي. وببتدي بقى ان الجبنه الميكس ديت والطبق لحمه مفرومه بحطه في بصله. طبعا نص كيلو له ربع كيلو بصل، والكيلو البصل له نص، الكيلو اللحمه لها نص كيلو بصل. متفقين؟ وببتدي بقى ان انا انزل بالماده الدهنيه، واحط البصله، وبعد كده احط اللحمه واديها تعصيجه خفيفه. وكمان لو عندي معلقتين صلصه او كاتشب بنزل فيها على اللحمه. بهاراتك يا ست الكل اللي تحبيها، عندك جوز الطيب، عندك كمون، كزبره، بابريكا، فلفل اسمر، عندك ملحك، ظبطي دنيتك. مش عايزه كل ده، عندك معلقه 7 بهارات، والفلفل الاسمر والملح، وبس خلاص. حابه تحطي بقى زنجبيل، حابه تحطي الحبشتكنات بتاعتك دي يا ست الكل حطيها. مش حابه انتي وراحتك في بهاراتك في ذوقك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. طبعا العيش ده ينفع فطار، الاكله دي تنفع فطار في رمضان، تنفع سحور في رمضان، تنفع كوجبه خفيفه بين الفطار والسحور زي ما تحبهم. وهي وجبه سريعه وخفيفه، وبتبقى من اروع الاكلات اللي الولاد كمان بيحبوها وبيطلبوها دايما. ودايما لو روحوا مطعم يقول لك عيش سوري في حاجات ديت، طبعا بيحبوه جدا، وبيحبوا اكل السوريين جدا. كان عندي بطاطس بقى، بدأت ان انا اقشرها واوضبها كده واقطعها صوابع. بعد ما قشرتها وغسلتها غسلة حلوة، بدأت ان انا اخرط البطاطس ديت صوابع، علشان هحتاجها في السندوتشات، وعشان ممكن احط طبق جنب السندوتشات متحمر جاهز. طيب عملت ايه تاني يا روز؟ عملت الوقت نشا في ميه، وسويتهم على النار شويه، وبعد كده طلعولي احلى حته نشا كده زي المهلبيه بالظبط، بس مفيش فيها سكر ولا فيها اي حاجه. ليه النشا في الميه دي يا روز وعملتيها كده وسويتيها كده؟ هنزل بيها في كوبايه من الحليب زي ما شفتوا في الخلاط، وهبتدي بقى ايه، انا كنت لماها من الصينيه كده، يعني لماها مكوراها كده. وهبتدي بقى انزل بالنشا اللي انا مسوياها على النار دي، بستنى لما بردت او هديت شويه، وبنزل بيها مع كوبايه زبادي مع كوبايه لبن، وبظبط الملح بتاعها مع نص معلقه توم، عشان اعمل احلى توميه ممكن تكون موجوده في السندوتشات، ولا اشتريتها من بره، ولا جبت توميه برضو من بره. صنع ايديا وحياة عينيا. الله عليا وعلى كلامي. بدأت بقى ان انا انزل بالنشا ده، تقريبا 3 معالق نشا في نص كوبايه ميه، او المقدار طبعا زي ما انت عايزه، بتضعف الكميه. وفي الميه سخنه، وبنزل وبقلبه لغايه لما تكور معايا النشا، بسيبها تهدى شويه، وبنزل في الخلاط بكوبايه لبن او كوبايه حليب، وكوبايه نص كوبايه نشا اللي انا عاملاها في الميه اللي تكون مستويه،
وبردت، بنزل عليها بكوبايه زبادي، وبقول لكم ان انا حطيت نص معلقه من التوم. حسيت ان اللبن هيبقى قليل شويه، نزلت كمان بايه، بحبه حليب كمان شويه. وبدات ان انا احط الملح بتاعها، اظبط ملحها، وبضربها ضربه، اضرب اضرب بالخلاط، وبضربها ضربه كويسه على رأي دو. الله، شفتوا القوام؟ والله العظيم تومية ولا اروع ولا اجمل. ما تقولوش بقى ان احنا هنشتريها من بره او هنعمل. وعملت كمية جميلة جميلة جدا، ان انا هستخدمها بقى في حشو السندوتشات او هستخدمها بقى في اي حاجة. طبعا عندي نوع اللي هو الجبنة الحمد، كانت ميكس. جبنة الحمد دي جميلة جدا. بوريكم بقى عيش التورتيلا اللي انا شارياه جاهز. كان حجمه كبير شوية، اكبر من اللي انا عاملاه. وبقول لكم هو ما يفرقش حاجة عن اللي انا عاملاه جوه في البيت. طبعا حبيت ان انا اعمل في البيت ده عشان اثبت لكم اني انا ممكن اعمل، والاعوذ بالله من كلمة انا يعني، اعمل عيش التورتيلا ده في البيت. طبعا ما كانش فيه احمر او النقطة الحمراء اللي كانت موجودة في العيش بتاعي. شفتوا العيش بتاعي فيه نقطة حمراء كده، وانا اللي اصريت ان انا اعمل النقطة الحمراء دي عشان يديني الطعم اللي هو الايه، المستوي زيادة عن اللزوم ده. مش وبوريكم قد ايه طري وطراوة وجمال ولذاذة. والله العظيم كان جميل جدا. انا عملت ده وعملت ده، قلت اللي جاي من بره جاي، او اللي اشتريناه من بره اشتريناه، وعملت تاني جوه في البيت عيش تورتيلا بصنع ايديا انا. هي كل الحكايه او كل التكلفه مش تكلفه اصلا، يعني هي كل المكونات بتاعته موجوده في البيت. طبعا اللحمه كانت متعصجه، الطحينه كنت فكيتها بقى بشويه خل. التوميه كنت عاملاها، كان عندي صلصه توم، صلصه توم جميله جدا، كنت انا اللي عاملاها بايديا برضو صلصه التوم. بتحمري التوم وبتنزلي على الطماطم مبشورة او المضروبة في الخلاط، بتنزلي بيها على التوم وهو بيتحمر كده في الزيت، تطلعي احلى معاكي صلصة توم. صلصة التوم في السندوتشات دي جميلة جدا. ببتدي ان انا افرش صينية. طبعا انا عملت نوعين من السندوتشات دي، وطبعا يعني في قال لي ده احلى والتانية احلى، وفي قال لي الاتنين احلى من بعض. فطبعا انتوا جربوها وقولوا لي الوصفة دي عجبكم ولا ايه، ومن اي بلد بتتابعوني، وانهي وصفة فيهم اللي عجبتكم اكتر، اللي في الصينية اللي عملتها، ولا اللي كانت في الشواية وكانت واخدة الوش لون بس في الشواية كده. اللحمه دي متعصجه وحطيت فيها فلفل الوان، ما كانش عندي تقريبا الا فلفل اخضر وفلفل احمر، فاستكفيت بيهم مش مشكله. بدات بقى ان انا احط في الساندوتش معلقه من اللحمه. طبعا الساندوتشات دي اساسها فاهيتا، الساندوتشات الفاهيتا اللي هي بتاعت الفراخ او صدور الفراخ. بس انا حبيت اغير لان الموجود كان عندي لحمه مفرومه، قلت ما فيش مشكله خالص نعملها بلحمه مفرومه، او الطلب كان عايزه، كانوا عايزينه لحمه مفرومه. معلقة من التومية، بطاطس متحمرة، معلقة من الصلصة، معلقة من الطحينة، وبروح مقفلة الساندوتش بتاعي. يبقى أحلى وأجمل ساندوتش كده بالطريقة دي. أيوة، لفيه رول بقى كده واطلع معاكي أحلى ساندوتش بالطريقة دي. الصينية بتاعتي دهناها دهنة خفيفة من الزيت، وحاطه فيها في الصينيه برضو من تحت معلقه من الصلصه بتاعت التوم عشان تتشرب السندوتشات من بره. وبدات ان انا ارص السندوتشات بنفس نمط السندوتش الاولاني، عملت في كل واحد كده لغايه ما بدات ان انا اخلص الكميه بتاعتي. ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. خلصت كده الصينية بتاعتي، بدأت ان انا ادهن وش كل سندوتش بصلصة التوم. ايوان ايوان كده يا روز. الله عليك. اسكت ما اسكتش. طبعا حاطه في السندوتشات من جوه جبنه، وحاطه فيها الجبنه اللي هي الميكس. وطبعا بدات ان انا ادهن وشها برضو مع الصلصه بالتوميه بتاعتي. وبدات ان انا بقى ايه اقول لكم اسكت ما اسكتش، جبنه الجبنه الميكس، وبدات ان انا احط على وشها الجبنه الميكس. بوزع بالطريقه دي، او بوزع بالمنظر ده، ولغايه وصل هنا لغايه هنا يصلي معايا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله.
هندخل بقى على السندوتشات اللي هعملها على الشوايه. طبعا عملتها بنفس التكنيك. بدأت ان انا افرش في السندوتش بتاعي اللحمة والبطاطس والجبنة الموتزاريلا او الجبنة الميكس، ايا كانت الجبنة اللي بتحبيها حطيها في قلب السندوتش، وصلصة التوم ومعلقة من الطحينة ومعلقة من التومية، وبقفل من ناحيتين السندوتش، من الناحية دي ومن الناحية دي، وببتدي ان انا اقفل السندوتش رول بالطريقة دي. بس اقفل من الناحية دي ومن الناحية دي بحيث ان السندوتش الحاجات اللي انا حطاها فيه ما تخرجش بره. كنت انا وجوزي اللي كنا قاعدين نلف، ربنا يخليهولي يا رب وبارك لي فيه، وخليهولي ويديمه سند ليا بعد ربنا. طبعا انا بدأت اعمل السندوتشات واحد ورا التاني لغاية لما اخلص الكمية بتاعتي، او لحد لما اخلص الكمية بتاعتي. دي السندوتشات بقى اللي كانت جاهزه، عيش التورتيلا اللي كان جاهز جاي من بره. بدات ان انا خلاص خلصت العيش بتاعي اللي انا صنعاه، وبدات ان انا ادخل في عيش التورتيلا اللي انا شارياه جاهز من بره. هو صراحه جوزي جابهولي ودخل عليا بيه. قلت لهم لا، انا هصنع لكم بقى عيش تورتيلا، وتقول لي ايه رايكم في اللي انتوا جايبينه من بره واللي انا هصنعه جوه. فانتوا جربوا كده بحبة دقيق وحبة مية، وجربوا كده عيش التورتيلا ده وقول لي ايه رأيكم فيه. وجربوا الحشوة بتاعتي دي وقول لي ايه رأيكم فيها. واللي حابب يعملها برضو فاهيتا يعملها، بتبقى طعمها جميل. ايه رأيهم في قول لهم ايه رأيكم في عيش التورتيلا يا دو. ازيك يا احلى واجمل متابعين؟ ازيك؟ عارف التورتيلا كان طعمه يامي يامي طبعا يامي. بدأت ان انا ادهن الشواية زيت، دي واحدة هخليكي تتكلمي. وبدأت ان انا ادهن الشواية من فوق ومن تحت زيت، وبدأت ان انا ارص السندوتشات بتاعتي. ولو حابة تشوي جنبها فلفل، اي نوع فلفل، اي نوع، اي حاجة خضار حابة تشويه حطيه في الشواية وحطيه شوية. مفيش عندك شواية ما تقفيش ان مفيش عندك شواية او مفيش عندك اي حاجة او ادام اللي هتشتغلي فيها، في جريل موجود عندك وخليه ياخد لون بس من فوق ومن تحت. اعملوا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. ايه رأيكم في العيش بتاع التورتيلا؟ كان طعمه يامي يامي يامي. لا، هو كان طعمه يامي يامي يامي. قولهم انتوا هتجربوه وتقولنا جربتوه ولا لا في التعليقات بتاعتكم. صح. صح. اعملهم لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس. اصحابي الحلوين اللي بيحبوا توم، انا بحبهم كتير 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 خالص. ما شاء الله، شايفين الشكل والجمال بقى. ده اللي موجود في الصينية، الجبنة ساحت ودابت وناحت فيه، وده موجود اللي في الشواية. وطبعا السكينة المشرشرة مش السكينة العادية، في السندوتشات دي بتبقى خطيرة جدا لما بتيجي تقطعي بقى السندوتش. مش بتبهدل معاكي ولا بتقطع معاكي. فبتطلعي احلى واجمل سندوتشات لو حابه تقطعيها بسكينه مشرشره. ده اللي موجود في الصينيه، بوريكم قد ايه كان مستوي، قد ايه كان جميل، قد ايه كان لذيذ، قد ايه الجبنه دايبه فيه من جوه ومن بره، قد ايه الحشوه بتاعته كانت جميله، قد ايه العيش ده اللي مشوي اللي واخد لون على الجريل او في الشوايه كان ناشف كريسبي جميل، قد ايه بيقرمش من بره طري ولذيذ من جوه، قد ايه الطراوه وايه الحلاوه وايه العجينه وايه الحاجه الحلوه دي. يعني انا مهما وصفت فيه مش هقدر اوصف لكم قد لما انتوا تجربوه وتقول لي ايه رايكم في تعليق او كومنت منكم جميل زي عيونكم الجميله وقلوبكم الجميله. طبعا ده كان متبقى عندي كام سندوتش كده او كام تورتيلايه كده، اسيبهم ما اسيبهمش، اسكت ما اسكتش، رحت عاملاهم زي سندوتشات كده مثلثه.